استرانجليودس استركواليس أو الثريد وورم. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا هنشرح فيها الاسترانجليودس بالتفصيل الممل، وهنكمل مع بعض كورس الباراسيتولوجي. فركز معايا وحضر كشكولك وقلمك وكوباية القهوة بتاعتك، ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. بس قبل أي حاجة، لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. صلى على النبي ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. معاكم كابتن أناليسيس. استرانجليودس استركولاس واحدة من عيلة النيماتودا، بتسمى بالسيرد وورم أو الديدان الخيطية. واحدة من أشهر البارازايت اللي موجودة في المناطق الاستوائية. هتعمل ليا مشاكل كبيرة جدا زي redness and itching. هتعمل ليا احمرار وحكة في منطقة اختراق اليرقة. كمان abdominal pain، مشاكل في البطن. هتعمل لي ديارية، نمونيا، سيبتسيميا، ميل ابسوربشن، سوء امتصاص. وهتعمل مشاكل في الاعصاب، هتعمل شوك، وهتعمل لي لوفلر سندروم كنا شرحناه بالتفصيل في الاسكارس. لو حصل عندي immune compromised هتكون الاسترانجليودس فيتال قاتلة. جميل جدا، نكمل مع بعض. طريقة العدوى ودورة الحياة، اللايف سايكل. ركز معايا بقى عشان هنشرحها بالتفصيل. الإصابة هتحصل بطريقتين، يا إما إن اللارفا تعمل بنتريت للسكين تخترق الجلد، يا إما أوتو انفكشن عدوى ذاتية. طب تعالى نتكلم عن اللايف سايكل، دورة الحياة. الفلاوي فورم لارفا ده الطور المعدي، هيخترق السكين الجلد ويعمل سيركيوليت اند مايجريت. هيهاجر لحد ما يروح لللنج ومنها للقصبة الهوائية. بعد كده هيتم ابتلاعه. بيحصل ماتيوريشن نضج للادلت وورم في السمول انتستانت. طب ازاي بيحصل عندي اوتو انفكشن؟ قالك ان الرابيدت فورم لارفا، اليرقة المخططة، بيحصل لها ماتيوريشن وتتحول لفلاوي فورم لارفا. بعد كده هتخترق الميكوزا او الجلد حوالين فتحة الشرج وتعمل سيركيوليتد وهتعمل دورة الحياة زي ما شرحنا. اللاب دايجنوزس او التشخيص المعملي بيتم باكتر من طريقه، يا اما بالستول اناليسيز يا اما عن طريق اللايزر بكشف عن الاي جي جي. تعال نتكلم عن الستول اناليسيز بالتفصيل. لازم نفحص العينه خلال ساعتين عشان اقدر اشوف اللارفا بتاعتي. نادر جدا لما بشوف الايج البويضه، ليه؟ لانها بتفقس في الامعاء وتديني اليرقات اللي انا بشوفها في الستول. شكل اللارفا زي ما انت شايف قدامك كده بتتميز بحاجة مهمة جدا، انها اكتيفيتي موتايل سريعة الحركة. الحجم بتاعها من 200 ل 300 مايكرومتر. التيل از نوتشد. جميل. طيب نسبة اللارفا بتكون قليلة. طب ايه الافضل تكنيك اشتغل بيه؟ قالك يفضل ان انت تشتغل بالكونسنتريشن تكنيك، وده كنا شرحناه في كورس الستول، الطرق المختلفة لفحص عينة الستول وتحضيرها. نكمل مع بعض. دول صور من تحت الميكروسكوب بتوضح شكل اللارفا وشكل الاوفا او الايج بتاعت الاسترانجليودس. دي كانت حلقة النهاردة. هسيبكم مع فيديوهات مهمة جدا بتوري لك شكل اللارفا بوضوح وشكل الاوفا بوضوح. اتمنى حلقة النهاردة تكون حلقة مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليسيس.